السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى صباح لكل مشتركينا الكرام. لو أنت أول مرة تشوفني متنساش تشترك في القناة وتدوس لايك وتشغل زر الإشعارات عشان يوصلك إشعار جديد بقى بدي إحنا ننزله. يا شباب نصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا زي ما احنا قاعدين بنادي للشهادة إن شاء الله ربنا يكرمنا ونخش كل اللي إحنا عايزينه بإذن الله. إيه العالم الكلفة دي؟ الكلفة دي واحدة هنا ليه؟ طبعا لو أنت مش مشترك تحت على الفيسبوك يا رب تشترك فيها وإن شاء الله هتعجبك. والنهارده جانا مفاجأة. يعني طبعا شفته من الكومنت، شفته في الصورة المصغرة. جالنا حمام، يعني فرد حمام قطع 12 ساعة عشان يجي. ف... فإن شاء الله يعني هنلف الكاميرا كده ونشوف مع بعضنا. يعني عايز أعرف إيه ده. دي دور عويجة وقمح وحاجات وعد. أنا أصلا لسه طالع السلاكة دلوقتي، والله يعني أنا دلوقتي لسه طالع. الحاجات دي وقعت مننا أنا مش عارف. طبعا احنا إيه، رحنا جبنا شكارة الكلفة 25 وعملناها بقى المرة دي على ايدينا يا شباب، والكلفة الصراحة كويسة جدا. بس ايه يعني انا عايز نظبط بس كده الدنيا قبل ما ندخل الحمام اللي احنا جبناه ده. تمام او مش جبناه يا جماعة، والله يعني الراجل مشكورا ده اللهم صل على النبي ابو مكة، ابو مكة الاسواني. والله يا شباب الراجل دوت انا لقيته بيتصل عليا وبيقول لي في اصل مبعوت لك اخوي. هو من اسوان، الراجل من اسوان وبعت لي قص. تمام يعني هوت بره اهو، بعت لي قص. وربنا يعني يجازيك كل خير وربنا يجازيك كل خير يا ابو مكة اللي انت ما نسيتناش. يعني ده عندي كلها بالدنيا. طبعا احنا ايه عايزين بس نشوف الكلفة دي. الكلفة يا شباب الكلفة الجديدة. طبعا انا ممكن نجيب لنا شوية كده على ايدينا. بصوا ما شاء الله دي كلفة معمولة يدوي. ذرة صفرا وفول بسلة. تمام لا مفيش بسلة طبعا، بسلة عشان ب 28 دلوقتي الكيلو فما جبناش بسلة. وقمح طبعا قمح جديد، وشوية ذرة عواجة مش كتير طبعا عشان برضو الذرة عواجة بقت غالية، بقت ب24 جنيه. فهم يا شباب شوية الكلفة ما شاء الله، يعني كلفة كويسة جدا. تمام خش فوق. انا عايز اوريها لكم اهيت، شايفين عاملة ازاي. تمام يعني ما شاء الله. احنا دول 10 كيلو، انا بس مش عارف انزله عشان هيبقوا تقال. فدولا عشوائي ما شاء الله عشوائي 10 كيلو اهمت. وهنا فاضل كده 15 كيلو اهو. طبعا احنا عملنا كلفة، وكيلو الكلفة يا شباب ديت واقف عليا ب16 جنيه واربع قروش بالظبط. فصراحة كويسة جدا كويسة جدا جدا جدا. وربنا يا رب يبارك لعم ايمن، عشان عم ايمن ابو يونس هو اللي عملها لي الصراحة. عملها لي وانا تاني يوم رحت خدتها. طبعا كيلو زي ما قلنا ب 16 جنيه واربع قروش. طبعا بنجيب الكلفه دي من عند شيف البنداري من في الساحل، ساحل ورود الفرج. اي حد يروح يقول له بص طب الكلام ده محتاج ننزل الكلفه عشان نشوف الكلام ده مع بعضنا. انا نزلت لكم الكلفه. ما هو انا لازم اقول الكلمتين دول عشان تشوفوا الحاجه على قدامكم. بصوا الكلفه عامله ازاي، والله العظيم ممتازه جدا ممتازه جدا جدا والله. يعني انا مبسوط ان الكلفه طلع معايا بالطريقه دي. انا كنتش متخيله، كنت فاكرها تبقى خفيفه عن كده. بس ايه ما شاء الله الفول كتير. تمام بروتين، يعني الكلفه مليانه بروتين ما شاء الله. فربنا يجازيك كل خير يا عم ايمن، يعني لو بتسمع الفيديو يعني. طبعا هي طبعا احنا الكلفه بعد ما بنتغسل بتبقى منظرها تحفه طبعا، بتبقى تحفه اكتر. فبنغسلها وبننشرها وطبعا الكلفه ديت مش يعني معموله على الايد، عشان كده انا فيهاش هوالك. يعني انا ما طلعتش منها هوالك اصلا. فهي بس كان الترابه اللي موجودين بس عليها وخلاص، غير كده مفيش. تمام. فما شاء الله اللي عايز الكلفة يروح الساحل عند شريف البنداري ويقول انا جاي تبع مهند او جاي تبع ابو يونس، وخليه يظبط لك كلفة. تمام. وربنا رب كده يبارك لكل الناس. تعالوا بقى نخش للمفاجأة بتاعتنا، مفاجأة جميلة. تمام. طبعا يا شباب فعلا انا القص ده عمري واول مرة في حياتي اني اربيه. تمام. فاحنا ايه عايزين كده ايه نمسك كده، خش جوه لا خش جوه. طب بصوا انا ايه قلت اللي احنا ندخل طلعنا الجردة بتاع الكلفة فوق، وخلينا الهدية دي يعتبر هدية. انا مش دافع فيها جنيه، دي انا ما دفعتش فيها جنيه واحد. تمام. طبعا الحاجة ديت واصلالي بقالها بالظبط بقالها 4 ايام. فانا للاسف ما عرفتش اصور. وطبعا الحاجة ديت خدت الواجب الضيافة بتاعها. زي ما احنا عارفين ما بنجيبش اي حاجة من بره وندخلها على السلاكة عندنا على طول. دي مصيبة مصيبة. القص دوت قعد شوية وترستق وبدأ يتظبط، عشان هو ما شاء الله كان كويس. بس احنا برضه عشان احتياط واجب، واستحمى بقى وترش ابتدى مضاد فيروسات. ماشي. وترش حاجات كتير جدا.
فاحنا ايه بدأت اللي انا اظبط الدنيا. وطبعا صح يا شباب، عشان انت كنت قايل لكم على الاكتوموسرين، انا لقيته بقى ب27 جنيه اهو. تمام، بقى ب27 جنيها، 27 جنيها مصري. تمام اهو 27 جنيه، يا رب يكون باين معاكم. تمام، فاحنا جبنا الاكتوموسرين والحمد لله ان اللي احنا لقيناه. طبعا احنا جبنا القص، وقلت طبعا ايه لازم اصور لكم الفيديو ويشكر الراجل ابو مكة الاسواني. شكرا جزيلا ليك اللي انت جبت لنا حاجه زي دي. الحاجه يا شباب كان قص ابلق. تمام، ابلق اخضر، ما شاء الله قص كويس جدا. فانا قلت ايه نقول لكم كده. ودي طبعا الحاجه طبعا احنا ديت هنخليها موجوده معانا ذكرى، والله العظيم انا مخليها معايا ذكرى بس مش اكتر. فالراجل ربنا يجازيه كل خير، واللي هو يعني ما نسيناش في حاجه زي دي. فاحنا عايزين بس ايه نوريكم القص. طبعا الراجل كلمني وتاني يوم القص جالي. تاني يوم بالظبط، ما عديناش 12 ساعة على بعض. تاني يوم الصبح رحت استلمت القص من هو ما شاء الله الله اكبر. استلمت القص يا شباب من شارع احمد حلمي، ناحية العربيات اللي بتبقى ايه جاية. ما شاء الله قص اهوت، ربنا رب يبارك لنا فيهم. طبعا انا في تقليب البلق على قدي، بس انا بالنسبه لي دول مش عايز تقليب، دول هديه. عارف لو كانوا قص بلدي كان برضه احطهم فوق دماغي. ما شاء الله يعني حاجه ممتازه جدا. ربنا رب كده يجازيك كل خير يا ابو مكه، وتبدا يا رب كده على طول تساعد الناس وتبعت لهم حاجات كويسه. وربنا يجازيك كل خير. واهم حاجه اللي انت ما نسيتنيش دي، انا اهم حاجه. الراجل والله 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 يا شباب انا عمري ما كلمته، هو بس كان كل بكتير قوي اللي هو يكتب لي على كومنتات. اتفاجئ اللي هو بيكلمني، وهو اصلا يعني ابو مكة دلوقتي في وقتنا الحالي هو مش قاعد في مصر، فدلوقتي قاعد في الرياض في السعودية. القص دوت اتبعت لي عن طريق صديقه، بس كان كل الكلام كان مع ابو مكة. تمام، فربنا رب يجازيه كل خير. طبعا ابو مكة شباب من اسوان، فربنا رب يجازيه كل خير يا ابو مكة. ويا شباب يعني ادعوا له في الكومنتات، ادعوا له في الكومنتات يرجع مصر بخير. وراجل يعني يشكر. انا بس عايز اتحرك ايوه كده. بصوا دي يا شباب، دي النتايه. تمام اهي ما شاء الله، وده الدكر ما شاء الله الله اكبر. تمام، فربنا رب يجازيه كل خير يا رب، ويرزقه يا رب، يرزقه دايما دايما دايما. والف شكر، الف 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 شكر على الهديه الجميله دي. طبعا الحمام دوت لابس دبل اسكندريه. يعني الحمام ده كده انا خدت بالي اللي هو لابس دبل مكتوب عليه المكان اسكندريه. ف هو فعلا الحمام ده اصلا جالي من صديقه ده من اسكندريه، بس ابو مكه من اسوان. يعني عشان بس الناس تربط الموضوع، عشان ما يقولش انت جاي من 15 ساعه ولا 12 ساعه سفر. لا، دولا الراجل كلمني وقال لي في واحد من الحته الفلانيه من اسكندريه من الورديان تقريبا برضه، عشان انا مش عايز انسى اسمه او اتلخبط في اسمه. من الورديان، وكلمني وقال لي القص هيتشحن لك بكره. وبالظبط تاني يوم والساعه 8 الصبح لقيته بيكلمني وبيقول لي القص دلوقتي اتحرك. خدت كلمت السواق، والسواق وصلني. ودي كانت اول مره في حياتي اجرب موضوع الشحن، وانا ما بحبش موضوع الشحن ده اصلا، بقلق على الحمام، بخاف. لكن رحت والله لقيت الراجل مقعدهم جنبه ولا الدنيا كانت جميله. انا ما كنتش اعرف ان الشحن كده خالص، كنت خاف ان الحاجه تتبهدل. فلقيت الراجل والله مقعدهم جنبه، والدنيا كانت جميله جدا. وسواق ميكروباص تسلم مش شعبان طبعا، خدت رقم تليفونه وراجل محترم جدا. ف والله ما شاء الله يعني انتوا زي ما انتوا شايفين. انا عايز بس ايه نعمل لكم زوم كده على العينين، على عينين الذكر. احنا ممكن ايه نمسكه. تعالى، انا عايز القص ده انا اصلا ما مسكتوش غير مره واحده بس لما جيت حميته، بس مش اكتر من كده. لا، ومره تاني لما حطيته صح في العين اللي بره. ولا استنى يلا، اهوت ما شاء الله بص عينه عامله ازاي. طبعا دي بتبقى خدود ومسله والجلد والجته ما شاء الله الله اكبر. تمام، والطول طبعا الذكر ما شاء الله ممتاز جدا، والنتاية برضو أمورة. فيا رب يا رب كده يبارك لنا فيهم يا رب كده، ويرزقنا منهم خير. وأبو مكة بعت لنا حاجة ممتازة، ربنا رب يجازيه كل خير. أنا أصلا ما كنتش بفكر أخش في البول، بس سبحان الله لقيت الموضوع. لا، حماية جميلة والله، يعني حماية جميلة، هي عشرة 4 5 أيام أهي. فما شاء الله يعني حماية جميلة وشكلها جميل. شكلها جميل وكده، شكلها تبقى فيها تشجيع للي احنا نجيب بول.
فيا رب كده، يا رب يجازينا كل خير يا رب، ويجازيك كل خير، ونقدر يا رب كده ايه نهتم بيهم. يعني الحاجات دي بتبقى برضه مسؤولية كبيرة جدا، اللي انت بعت لي حاجة زي ديت، والهدية اللي هو تباع تمام ولا تراد، عشان برضه حاجة زي دي الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الهدية، وبرضه امرنا اللي احنا ما نبيعهاش. الهدية ما بتتباعش يا شباب، الهدية ما بتتباعش، عشان برضه دي معلومة للشباب الصغيرة، محدش يكون باعت لك حاجة وانت تروح تبيعها، ده غلط. تمام. والف شكر تاني، وربنا يا رب يجازيك كل خير، ويخليك لينا يا رب كده وما يحرمناش من سؤالك ابدا. ف هو ده شبكة الحاجة. طبعا انا ايه قلت اوريكم، طبعا احنا هم خدوا باب بعد ما استحموا كده ونشفوا، خدوا باب. وطبعا برضو كنت عايز اوري لكم، الحمد لله الحمد لله النتايه اللي في السطح خفت اهي. النتايه اللي كانت مروشه الحمد لله، هي بص هي اتعقدت، بس يلا ربنا يقدر فيه خير ويرزقنا يا رب كده خير. ده ما شاء الله النتايه دي اتفكت الحصوايه، الله اكبر. بصوا يا شباب انا لسه واخد بالي دلوقتي منها، ما شاء الله. ربنا رب كده يبارك لنا يا رب، الله اكبر. تمام. احنا دخلنا طبعا الشياله بتاعتنا، مش هتبان معاكم عشان هي لونها برتقاني اهي اهي. دي الشياله اللي انا كنت حاططها فيها الحمام بره، فسحت الحمد لله دلوقتي مبقاش فيها حاجه بره الحمد لله. واحد خد كام يوم كده الفتره اللي فاتت بسبب الحمل، كان تعبان، والف حمد والف شكر ليك يا رب. وشكرا، شكرا تاني وتالت ورابع وعاشر لو مكة الأسواني. وربنا رب يجازيك كل خير، وتسلم على الهدية الجميلة دي. اوكي يا شباب، كانت نهاية الفيديو، رب تكونوا استفدتوا معانا. وشكرا تاني لأبو مكة، أنا الراجل دوت. أنا لو قلتلكوا اللي أنا بعد ما استلمت الحاجة قعدت أشكر فيه في التليفون، يعني أنا ما قابلتوش وجها لوجه عشان هو زي ما قلتلكوا قاعد في السعودية في الرياض. قعدت أشكر فيه كتير جدا، عشان ديت يعتبر حاجة على دماغي، والله العظيم حاجة على دماغي، اللي هو ما ينسانيش أبدا. ده حتى الراجل استغرب، الراجل اللي بعد اللي ايه اللي الحاجه جت لي من عن طريق ابو مكه، قال لي انت تعرفه منين؟ فقلت له والله هو لقيته بيكلمني وبيتابعني على اليوتيوب ومش عارف ايه. فربنا رب يجازيه كل خير، هو صديق ابو مكه وربنا رب يجازيه كل خير كده يا رب، ويبارك لنا فيه ويجي لنا بالسلامه ان شاء الله. تمام. اوكي يا شباب، كانت نهايه الفيديو، يا رب تكونوا استفدتوا معانا، ويا رب تكونوا عجبتكم الهديه الجميله دي، وان شاء الله الفتره الجايه يبقى في تطورات. وكان معكم وانا محمود، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.